عمرك سألت نفسك ليه بعض العربيات نورها ضعيف جدا وبعض العربيات التانية بتنور الشارع كله؟ السبب ببساطة هو نوع اللمبة. يا أهلا وسهلا بيكم. الفيديو بتاع النهاردة هيقول لنا الفروقات بين الهالوجين والزينون والليد في أنواع العربيات وأنوارها. أول حاجة الهالوجين. الهالوجين ده من أقدم نوع موجود في معظم العربيات الاقتصادية. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على فتيل بيسخن وبيطلع الضوء. ميزته انه رخيص وسهل يتغير، ولكن عيبه ان الاضاءة بتاعته ضعيفة وعمره قصير جدا. تاني نوع هو الزينون. النوع ده بيكون بيعتمد على قوس كهربائي داخل غاز الزينون بدل الفتيل بتاع الهالوجين. إضاءة أقوى بكتير، بيدي مدى رؤية أطول، لكن محتاج وحدة اسمها بالاست عشان يشتغل وسعره أعلى شوية. تالت نوع وده اللي موجود في معظم العربيات النهارده هو الليد. اللمبات دي بتستخدم شرائح إلكترونية بدل الفتيل والغاز. الشرائح دي عبارة عن إضاءة قوية جدا، استهلاك كهرباء قليل جدا، عمره ممكن يوصل لعشرات الآلاف من الساعات. الخلاصة إيه؟ الهالوجين رخيص، الزينون أقوى، لكن الليد هو الأفضل حاليا. بخصوص الليد بقى، دلوقتي بقى في 2026 التكنولوجيا اتطورت جدا وبقت مش مجرد لمبه ليد والسلام. لا، دول بيتقسموا لكذا نوع، هنقول معظمهم يعني. اول حاجه الماتريكس ليد. الفانوس فيه عشرات الشرائح الصغيره قوي. السيستم بتاعه يقدر يعمل ايه؟ يطفي جزء من الضوء ويشغل جزء تاني عشان ما يعميش العربيات اللي قدامك. ده الماتريكس ليد. طيب تاني نوع ايه؟ الادابتيف ليد. الانوار دي بتتحرك مع الدريكسيون. يعني حضرتك بتقلب الدريكسيون او بتحود ناحية الشمال هتلاقي الفانوس النور بتاعه رايح ناحية الشمال، ولو رايح يمين هتلاقي الفانوس رايح معاك يمين. يعني من الاخر بيدي الاضاءة بتاعتك على الاتجاه اللي العربية رايحة له. ده الادابتيف ليد. طيب البيكسل ليد. كل فانوس فيه مئات البكسلات الضوئية. العربية اللي فيها البيكسل ليد تقدر تشكل الضوء، بمعنى تحدد مناطق معينة في الطريق. يعني انت لو ماشي في مكان مفيش قدامك عربية او مفيش حاجة متحركة قدامك تلاقيه نور لك العالي. طب في عربية على اليمين او على الشمال، هو هيطفي الجزء اللي فيه العربية دي. ودي حاجة كانت حديثة جدا. طيب ايه النوع الرابع؟ ليزر زائد ليد هايبريد. الاتنين مع بعض في نفس الفانوس. وده بيستخدم في العربيات الفاخرة قوي. يعني بيبقى ضوء قريب من الليد والضوء البعيد ليزر. الضوء القريب يعني النور القريب، او بيستخدم النور الواطي او النور اللي انت بتمشي بيه في الطريق، ده بيكون ليد. لكن لو انت عايز تنور حاجه بعيده بيدخل حاجه اسمها الليزر. مدى الاضاءه ممكن يوصل ل 600 متر. ده الليزر زائد ليد هايبريد. الخلاصه ايه؟ الهالوجين تقريبا اللومين بتاعه 1000. طيب الزينون حوالي 3000 لومين. طب الليد 4000 لومين. وخلي بالك من كلمة لومين. لومين ده اللي هو مدى قوة الإضاءة بتاعتك في الفانوس أو في اللمبة. بمعنى أصح، كل ما اللومين بيزيد كل ما عمر اللمبة يقل أو عمر الفانوس يقل. وبالتالي ما تبقاش متضايق لما تلاقي الفانوس بتاعك إضاءته أقل من عربيات تانية جنبك، لأن ده بيديك عمر للفانوس أكبر. أنا بتكلم على الفانوس ليه؟ لأن الليد دلوقتي معظم الليدات اللي هي شرايح بتكون دي اللي هي أعلى من اللمض الليد، بتكون كلها الفانوس كله مقفول. وبالتالي لو هو حط لك شرايح جامده جدا تخلي لك الدنيا نهار، انت هتلاقي نفسك سنتين ثلاثه وبتغير الفانوس. مش بتغيره عشان عيب، انت بتغيره لان هو عمر الاضاءه بتاعته قلت. وده اللي يثبت لك الكلام ده يثبته لك ازاي؟ لما حضرتك تروح تشتري لمبه ليد من اي محل بتاع اكسسوارات او محل بتاع اضاءه متخصص في تغيير اللمض، تلاقي عنده لمبه الضمان بتاعها 6 شهور ولمبه تانية الضمان بتاعها سنتين. اللي ضمانها سنتين اللومين بتاعها اقل شويه من اللي ضمانها 6 شهور، لان هو عارف ان اللمبه دي هتقعد معاك ال6 شهور او ال7 شهور وشكرا. اللمبه اللي عليها ضمان سنتين هي اضاءتها اقل ولكن بتعيش اكتر. دي الخلاصه بتاعت الاضاءه علشان تكون فاهم كل الفروقات بين اللمض وبين الفوانيس من اولها لاخرها. اتشرفت بيكم ومعلش طولت عليكم.